في ختام بعد ما تعبنا كده، فانا بختم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ربنا يكرمنا بواحد فيكم او اتنين او الناس كلها. الواحد من امنيته ودايما دعاء والله ان الواحد يجعل من الوجوه اللي قاعده قدامي دي ناس اوائل الجمهوريه. يا اخي واقسم بالله ما بعيده منكم ناس بكتب لها في الكشكول كده بقول له ان شاء الله هتكون كذا، بيقول لي انا ممكن اطلع بس مش للدرجات يعني. قلت له لا هتبقى للدرجات. اوعى تستصغر حلمك، صدقني اوعى تستصغر حلمك. اجمد بس كده، اوعى تستصغر حلمك، خلي حلمك دايما منور. كونك بتعافر والنهارده جيت عشان تاخد محاضره ساعتين او ساعتين عشان تقعد كده، فربنا سبحانه وتعالى اكيد مش هيضيع ده على الارض. اكيد ربنا سبحانه وتعالى ظننا فيه اكبر بكتير جدا ان هو يقتل حلمك ده. انا عايز اقول لك على حاجه يا عم، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ما حط حلمك جواك الا علشان يحققه لك. بس انت ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبده يسعى، عبده يكمل معافره. بيحب ربنا سبحانه وتعالى ان العبد بتاعه يفضل ياخد بخطوات لقدام، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. وعايز اقول لك على حاجه، هو جبر ربنا ما بيجيش في نتيجتك بس، ده جبر ربنا بيجي في نتيجتك ويجي بكل حاجه حواليك. ان ربنا سبحانه وتعالى يديك حلمك عشان خاطر امك وابوك، ده حاجه لها ثمن كبير يا اخي. بربك احنا قدامنا ايام، يعني ما بحبش اقول ايام عشان ما تتضايقش، بس احنا ما عادش قدامنا كتير. بص، مين ادفى طالب موجود في الدنيا؟ الطالب اللي يبدا من الاول ويجي دلوقتي يركن وينام. يا ابني كمل، تقول لي الشغف راح. يا ابني انت حرفيا حلوف. ليه بقى؟ قول لي ليه بقى؟ ما هو ده لو كان عنده ذره فهم كان كمل. لان انا مش هصرف كل ده واشيل الهم كل ده واتعب ابويا وامي معايا كل ده وكل الناس في حياتي تعبانه كده عشان اجي في الاخر اقول لهم للاسف انا مش قادر. يا اخي انت اكبر من كده على فكره. وبدايه الثانويه بتبقى بدايه الواد اللي يشيل مسؤوليه او البنت اللي تشيل مسؤوليه. افتكر، انا بقول لك بجد والله العظيم بجد، افتكر اللحظه اللي تهون عليك كل التعب ده. انا عارف ان في ناس جايه من بعيد، انا عارف، بس افتكر اللحظه اللي ممكن تنسيك كل ده. اللحظه اللي اول ما تسمع عنها تنسى كل تعب انت تعبته في الثانويه العامه، تنسى كل التخبيطات اللي حصلت لك اول السنه، تنسى دموعك وانت لوحدك، تنسى شيلان همك، تنسى كل ده. اللحظه وانت بتلاقي نفسك جايب الطب او الهندسه اللي انت مستناها بقالك سنين قوي قوي قوي. صدقني اللحظه دي هتدفيك، اللحظه دي هتطبطب عليك، اللحظه دي هتجبر بخاطرك. وربنا سبحانه وتعالى اكرم بكتير ان هو يضيع حلمك. كان ليا دعوه وانا طالب بحب اقولها في الفتره دي واتمنى انك يعني تدعيها. انا لقيت بركتها والله، اقسم بالله لقيت بركتها فتره امتحانات. شوف يا ابني قولها كده: يا ربي اللهم كما جمعت يوسف بيعقوب اجمعني باحلامي. على فكره جمع سيدنا يوسف بيعقوب كان صعب جدا جدا جدا. 10 سنوات بعيد عن ابوه، وطفل اترمى في اليم، طفل ما يطلعش، طفل اتعرض لسجن، كل حاجه شافها سيدنا يوسف. عارف يعني ايه ربنا يجمعه بحلمه؟ ده حاجه صعبه قوي. يعني انت لو شايف حلمك مستحيل دلوقتي، انت شايفه، صدقني ربنا قادر. بس انت اسعى، بس انت كمل انك تعافر، كمل انك تتقدم، كمل ان يكون في امنيتك انك تمسح بتعب امك وابوك وتعبك. يا اخي ما انت تعبت. انا اقسم بالله اعرف ان في ناس فيكم ما بتقوم. انا والله انا اعرف، انا في طلبه معايا بقالها 3 سنين، انا اعرف ان في طلبه فيكم ما بتقوم من على الكتاب. انا واثق، انا عارف ان الطلبه دي بص دخلت في كل حاجه انت تتوقعها، بس عيب قوي انك تضعف دلوقتي، عيب قوي. انا لما واحد يجي يقول لي انا الشغف راح ببص له ببقى عايز اقول له، بس بقول له يا ابني انت هبل، يا ابني كمل شغفك راح. ايه ده انت استنى لك شهر ولا ما تقومش من على الكتاب؟ يعني انت ما تقومش من على الكتاب، انت قاعد على الكتاب، صلاتك، مصليتك، اوضتك، دعائك، والزم الدعاء في الفتره دي. عارف مين اكتر واحد ربنا ممكن يوفقه الفتره دي؟ الانسان اللي بيعرف يقول يا رب بجد، الانسان اللي بيعرف يرفع ايده بجد، الانسان اللي بيقدر يقول يا رب قوي. صدقني ربنا هيطبطب عليك وربنا هيكرمك، بس انت كمل انك تتعب. فرحتك بنتيجتك هتنسيك كل ده. صدقني اشوفكم على خير، نورتوني يا رب، يعني اكون قدرت اعمل اي حاجه معاك. بالتوفيق يا شباب. افضل اقولها لك للمره الاخيره ان احنا في المرحله دي لو صدقنا فعلا في العهد ولم نتراجع عن ان احنا نكمل، لان بصوا يا جماعه احنا عارفين تماما ان انت في البدايه او ان انت هيحصل معاك انك هتبص على المحاضرات سواء كنت شغال على الارض او الاونلاين، هتلاقي ان المحاضرات كبيره قوي، فهيحصل حاجه من اتنين:
يا اما هتلاقي المحاضره كبيره زي احد الطالبات كنت بكلمها فبتقول لي كنت بقفلها وخلاص اقول لا مش هكمل، يا اما هتلاقيها كبيره فهتدوس وتكمل حتى لو هتقسمها، مش اسمها هرجع، انا مش راجع، انا شعاري في هذه المرحله وعجلت اليك ربي لترضى، انا هكمل طريقي مهما كان، انا عارف ان هو صعب، الا انه في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا عن هذه المشقه. واستعينوا يا جماعه، استعينوا بالصحبه الصالحه، واستعينوا بحد يدفعكم ويحفزكم في هذه المرحله عشان تقدر تكمل، لان مرحله تقيله هتجهد من كتر الشغل، لكن في النهايه زي ما احنا بنقول اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير عن اهل الكسل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في النهايه لما هتوصل للنجاح كل التعب والمشقه ده هيروح، والله كل ده هيروح لما تشوف فرحه اهلك، لما تشوف فرحتك باذن الله تعالى بالمجموع الطيب اللي هتجيبه، هتلاقي الامور كلها معاك خلاص، تنسى بقى كل المشقه والكبد والعناء اللي انت عانيته ده، وتبقى ذكرى طيبه باذن الله تعالى. في النهايه خالص دعواتنا لكم بالسداد والتوفيق، نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم ان شاء الله على ان نكمل ما تبقى من هذه الرحله. مش عايزهم يفرحوا فيك، مش عايزهم يضحكوا عليك، مش عايزهم يفضلوا يقولوا شفت كلامنا طلع صح. عايزك تندمهم يا صاحبي، تندمهم على كل كلمه قالوها في حقك ان انت فاشل، انك مش هتوصل، انك مش هتعرف تعمل اي حاجه. اكبر انتقام منهم هو النجاح، مش انك تشتم او تلقح او تعمل اي حاجه. انجح واكسر نظرهم ونفسهم عشان ده دواهم، فاهم؟ انجح، النجاح هو الوحيد اللي هيخليك ترفع راسك في ادخل. كنت لسه بقول لهم في السنتر، بقول لهم احنا عندنا مشكله ان الشائع العام عندنا فيه 1000 واحد، 10000 واحد، 50000 واحد، 100000 واحد. عندنا 100000 واحد على السوشيال ميديا، 100000 واحد على السوشيال ميديا من طلاب ثانويه عامه. احنا بنتكلم في طلاب ثانويه عامه يقال تقريبا بنتكلم في 750000 تقريبا يعني، او 700000 وشويه. طيب المهم، في منهم 100، هنقول ان هم 100 هم دول اللي ظاهرين على السوشيال ميديا وطول الوقت عمالين يصيحوا. فللاسف هيجي في دماغ كتير من الناس اللي موجوده تواجد صامت على السوشيال ميديا. في ناس متواجده تواجد صامت بتتاثر بس، يعني هو ما بينشرش حاجه، ما بيقولش حاجه، ما بيعملش حاجه، هو بيسمع بس. ده بيفتكر ان كل الناس كده، كل الناس زيه ثانويه عامه، ان شوف كل الناس بيعيطوا، كل الناس بيشتكوا، كل الناس بيقولوا مش عارف ايه، كل الناس كله بيجي في دماغه. ده اللي بيتبادر الى ذهنه. وفي 600 ومش شايفه، في 600000 ومش شايفه، ما بيعملوش كده. عشان كده لما بنيجي اخر السنه بنلاقي في اول ثانويه عامه بنلاقي في عيال ما بتنقص ولا درجه في اي ماده بما فيهم العربي، او ينقص في العربي نص درجه. طب كانوا فين دول؟ يهود دول ولا ايه؟ لا دول مش يهود، وما تقولش عليهم كده، هم موجودين، بس انت بس كنت محاط في البيئه بتاعت السوشيال ميديا بتاعتك، او احط نفسك بناس معينه، فكنت بتعتقد ان كل الناس هي دي الفئه. فكنت لما بتسمع صياحهم كنت بتدعي ان انت بتصيح زيهم، ومن جواك بيطمئن ان مش لوحدي. الحمد لله انا كنت فاكر ان الدنيا الحمد لله لو هتتخرب على كلنا. الحمد لله تمام خلاص. فالمهم يعني اوعى تعتقد ان في ما فيش فئه ثانيه، في فئه ثانيه، ومالكش دعوه بالصياح العام. هذا صياح ذئاب كاذبه، بتكلم جد ما بهزرش. والدليل ان انت اخر السنه تيجي تلاقي في ارقام خزعبليه. مين دول؟ كانوا في ثانويه عامه، كانوا في ثانويه عامه. خلاص شاهد يا جماعه. يبقى نرتب اوراقنا ونجمع كل اللي احنا قلناه. ايه اللي احنا قلناه؟ رقم 1، استاذنا الاسئله لو كتير عليا ومذاكرتي بحس ان دماغي هنجت مني وكله داخل في بعضه، يفضل انت ما تذاكرش العربي في يوم، وانا من اصحاب هذه المدرسه وبقوه. طب ما انت بتنزل لنا الشرح كل يوم الثلاث. ايوه عشان ده نهج احنا عاملينه، فاحنا بننزل المحاضره بتاعت الشرح يوم الثلاث. المطلوب من حضرتك انا بقول لك اهو، انا بقول لك ما تسمعش يوم الثلاث، ما تسمعش كلها، ذاكرها على يومين، ذاكرها على يومين يا عم، ذاكرها على يومين ثلاثه. على فكره كل ما تقسمها كل ما افضل، بس ما تكترش في اليوم عن 3 مواد. يعني دايما ذاكر في اليوم الواحد من مادتين ل3، بس ما تكترش عن 3. ما تذاكرش في اليوم 5 مواد، ما تعديش على 5، لا ذاكر في اليوم الواحد مادتين او 3 بس. خلاص. طب واليوم اللي بعده مادتين او 3، فكده انت هتكرر معاك مواد بال3 مرات.
فساعتها اولا انا عقلي ما هنكش، ولما ما هنكش من العربي كله ومن الاحياء كلها او من الفيزياء كلها او من التاريخ كله او من الرياضه كلها، ما هنكش كله. تمام. ثانيا العقل او النفس حست بشيء من التجديد، ما يبقاش كله في نفس الاطار نفس الاطار، يبقى ما ذاكرش في يوم واحد كل اللي عليه. طيب الحل، لو الحل انا مستكتره قدامي حاجه من الاثنين. لو انا فعلا مستكتره ما عنديش وقت يعني انا بحل في الكتاب الازرق اهو التدريبات والواجب والدنيا تمام، بس مش لاقي وقت احل في قايم نفسي مثلا، اعمل ايه؟ قدامي حاجه من الاثنين. يا اما استخدم الوقت المهدر اللي احنا بنسميه تيك اواي، الوقت التيك اواي ده اللي هو الوقت المهدر اللي دماغك مش عامله لها حساب، او اللي هو انا رايح درس، انا جاي من درس، انا عقبال ما اجي انا جيت من الدرس بيجهزوا الغدا دي فيها نص ساعه صح؟ سريعا كده اخبط ايه بسرعه مجموعه نحو ولا حاجه. او الحل بالعين، قبل ما انام حل بعينيك، قبل ما اخش انام حل بعينيك، امسك الكتاب ده حل بعينيك بس بعينيك وتاكد من الاجابات بعينيك. ده الاسوأ الظروف، لو انت مش لاقي وقت للدرجه دي ده الاسوأ الظروف. خلاص سيدنا تمام. طيب من ضمن اللي قلناه برضو استاذنا، طب ما انا حاسس ان الدنيا لما بتضيق عليا قوي بيأس خالص وبسيب كل حاجه عشان ضربوا الاعور على عينه. قلبي انا مش فاهم ايه قصه ضربوا الاعور على عينه دي، بس اللي انا عارفه اني لو ضربوا الاعور على عينه فهيقولوا سريع بس لو ضربوا الاعور على عينه مش هيقول خسرانه. الاعور لما يتضرب على عينه ممكن يبقى اعمى. فكده لما ارتكب خطا زيها لما ارتكب 10 اكيد خلاص ما فيش حاجه اسمها لما ضرب الاعور على عينه كده قال خربانه. لا هي مش خربانه. الاعور لما يتضرب على عينه ممكن يتعمي. فبناء عليه جمع اوراقك يا قلبي، وانا المطلوب مني ان انا ابذل جهد طول الوقت واوريه مين الجهد ده، اوريه ربنا ما اوريهوش لحد. خلاص تمام. طيب اخيرا احنا عملنا لحضرتك كام نقطه كده بخصوص الامتحان الشامل المفروض كان نازل لحضرتك النهارده ويقفل الساعه. اشتغل واتعب واجتهد وفكر بره الصندوق وما تسمعش الكلام حد، وتعالى على نفسك واسعى ومره واثنين وثلاثه، ولو ما جيتش اول مره هتيجي الثانيه، لو ما جيتش الثانيه هتيجي الثالثه، ما جيتش الثالثه هتيجي الرابعه. ما تشمتش فيك حد. في ناس مراهنه على فشلك وفي ناس مراهنه على نجاحك، عايزين نكسب الناس اللي مراهنه على نجاحك. انت قدها، اشتغل على نفسك، خلي عندك اصرار، خلي عندك ثقه في نفسك، صدق نفسك وخلي عندك ثقه في ربنا، ثم نفسك هتوصل وهتشتغل وهتكسر الدنيا وهتلعلع، والناس كلها هتقول الراجل ده نجح ازاي، ده ما كانش ينفع ننجح، ده فاشل. انت ساعتها هتخرس الالسنه. خليك واثق في نفسك، واثق في ربنا، اشتغل واتعب، قول يا رب، ما تقولش يا عبد، انت قدها والله هتوصل وهتكسر الدنيا. الرساله دي ليك، الرساله دي مش صدفه، الرساله دي ليك. انت جواك حلو وعندك حاجات كتير حلوه، حاول تدور عليها، حاول تبرزها، حاول لما تلاقيها تثقلها وطور من نفسك هتوصل. بطل ثانويه عامه، في كام كلمه كده متهيألي انت محتاج تسمعها. انا عارفه انك تايه وخايف انك ما تحققش حلمك، بس عايزه اقول لك على حاجتين. اولا ربنا مش خلقنا يعذبنا، طالما حط الحلم جواك بالقدر الكبير ده تاكد انك هتوصل، وتاكد 1,000,000% ان ربنا مش هيديك حاجه غير لو انت قدها. انا عارفه انك تعبت، عارف لو انا وانت في سباق وانا من اول السباق بجري بس جيت اخر لفه تعبت، وانت بتجري اخر لفه بس انت هتكسب، مع ان انا تعبانه اكتر بس انت اذكى. اخر كام شهر في ثانويه عامه دول بيبقى العبره فيهم بالخواتيم. لازم 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 تجري اخر لفه دي، خدها جري، وبعد كده اقعد عيط، بعد كده اقعد انهار وشوف ايه اللي حصل فيك. كل ده ما عنديش مشكله، بس احنا دلوقتي ما عندناش رفاهيه الانهيار. احنا لا نملك رفاهيه الانهيار دلوقتي. احنا ما عندناش غير هدف واحد، نوصل لحلمنا. ما عندناش غير هدف واحد، ان احنا نبقى حاضنين حلمنا في يوم من الايام. تخيل معايا كده وانت واقف وبتكتب رقم الجلوس وتتفاجئ بكميه الدرجات الحلوه، تتفاجئ بمدى كرم ربنا ليك عشان بس سعيد، لان ربنا بيدي على قد السعي مش الامكانيات. اوعى تكون فاكر انها خلصت، ده والله 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 لحد ما الامتحان بكره انا كنت بتفاجئ بقوانين جديده وجبت درجات انا لحد دلوقتي معرفش جبتها ازاي.
فاوعى تكون فاكر انها خلصت، لا، ده النص التاني ده ان هي لسه بتبدا، بس انت عامل اللي عليك واكتر من اللي عليك. هات اخرك ونقعد نعيط بعد كده، هنلم اللي اتكسر بعدين مش مشكله. كلنا كنا فاكرين ان احنا بقينا مرضى نفسيين في ثانويه عامه، وخرجنا لما ربنا رضانا وجمعنا بحلمنا ما كناش مصدقين اللي احنا فيه، ما كناش مصدقين ان احنا مرضى نفسيين. ايه ده، احنا اسعد ناس في الدنيا. الدواء الوحيد لكل جروح ثانويه عامه انك تحقق حلمك، والله العظيم لسه معاك امل. انا ما ذاكرتش النص الاولاني والنص التاني ذاكرت وجبت هندسه، فصدقني انت لسه معاك وقت، بس انت خلي يقينك يغلب يأسك، وبكره تيجي تدور على الفيديو ده عشان تقولي انك عملتها. انا واثقه فيك، لان صدقني ربنا حط الحلم ده جواك عشان انت هتعرف توصل له. ربنا يفرح قلبك. انك تكون على يقين ان ربنا هيعوضك عن كل حاجه مرت في حياتك. اوعى تفكر ان ربنا مش حاسس بيك، مش حاسس بالالام اللي جوه قلبك، مش حاسس بالمشاكل اللي موجوده عندك اللي انت ما انتش قادر تحكيها للي جنبك، مش حاسس بالحاجات اللي انت عمال تفكر فيها. ربنا عالم بكل نقطه ضعف مرت عليك في حياتك. فمش عايزك بقى تسمع كلام العيال اللي طالعه بتقول لك اللي بدأ واللي ذاكر، والثلاث شهور دول مش هتقدر تعمل فيهم حاجه. اللي يقول لك كده قول له كل سنه وانت طيب، طالما لسه في وقت وربنا مديك صحه ومديك حلم وطموح تقدر تلم الدنيا. ان شاء الله الامتحان يكون فاضل عليه اسبوع. خليك عارف، عايز يوصل لحاجه بيوصل لها. اللي مصدق نفسه ومصدق حلمه ما بيشغلوش كلام الناس. بلاش تبقى عيل ضيع حلمك. خليك عارف ان الثلاث شهور دول انت اللي هتحدد موقف اهلك يوم النتيجه هيبقى عامل ازاي. ترى طلعت راجل وجبت اخرك الثلاث شهور دول، فرحت ابوك وامك، الله هتطلع عيل ضيع الثلاث شهور دول وتخليهم محصورين عليك يوم النتيجه. صدقني ساعتها مش هتطيق تبص لنفسك في المرايه. قوم يا ابني شوف مصلحتك، محدش هيطبطب عليك غير دراع، ولا حد يمسح دمعة عينك غير ايدك. الحقيقه حتى لو شافتك مكسوره هتحط عليك زياده. ما عادش حد فاضلك، الدنيا لها كل واحد في حاله. خليك سند لنفسك، اوعى في يوم من الايام تبين لاي حد كسرتك ولا وجعك ولا اي حاجه. صدقني هيجي اليوم اللي هيعايروك بيه. اسند نفسك وشوف مصلحتك واثبت للدنيا وناسها ان انت قد اي تحدي. خلي بالك من نفسك وعافر وانجح، عشان نجاحك ده هو اللي يقهر اي حد هو زعلان منك ولا متضايق منك ولا متكاد منك. شد على نفسك، الله المستعان. راجل ما ينفعش، ما عندوش خيار ان هو ينجح او ما ينجحش، او هو يشتغل او ما يشتغلش. كلمتين هقولهم لك. عارف امتى هتنجح؟ امتى الراجل ينجح؟ لما يتاكد ان مفيش حد هيساعدك. هتفضل قاعد تلطش ومكسل، بس بمجرد ما تتيقن انك انت الوحيد اللي هتقف جنب نفسك ومفيش حد جاي يساعدك، ده الوقت اللي هتنجح فيه. لو نمت في يوم وانت تعبان وانت قلبك مكسور وانت دايس على كرامتك وانت مفخم في حد ملوش لازمه وانت مديهم قيمه اعلى من قيمتك وانت بتفكر فيهم وناسي نفسك وانت شايفهم غاليين ومرخص نفسك، اعرف ان انت عايش ميت ومدفون كمان، لان كرامتك وراحتك النفسيه بعد ربنا اللي خلقك. قوم وفوق ومسحهم وارجع لقوتك تاني، واي حد ما يقدركش دوس عليه، لان اللي زيك غالي قوي مش رخيص. فرج ميتين ابوهم من حياتك دلوقتي. هم احسن منك في ايه؟ يعني اللي واثقين من نفسهم دول احسن منك في ايه؟ انا عايزك تبقى واثق من نفسك انت كمان. حبيب قلبي، هو كل الناس اللي قدامك دي من طين، كلنا من طين. انت طين وانا طين وده طين، كلنا بني ادمين. مفيش حد احسن من التاني، مفيش حد بيعرف يطير، مفيش حد بيعرف يتنفس تحت الميه، كلنا بني ادمين. اللي بيميز الشخص عن التاني ان الشخص ده بيبقى واثق في نفسه وبيطلع بيتكلم بثقه وباصص للي قدامه في عينيه وبيعرف يستخدم ايديه وبيعرف يتكلم بصوت عالي وصوت واضح. حتى لو في ناس مثلا وهو بيشرح في برزنتيشن بيتكلموا يبص لهم كده يفلقهم بعينين النصين اللي هو اقطموا وانا بتكلم. بس انت مش فكره انت مش واثق في نفسك، انت مش عارف قدراتك. احنا امتى بيبقى اللي قدامك احسن منك؟ لما بيعرف يستخدم السكيلز بتاعته بس بطريقه احسن. كلنا عندنا سكيلز، كلنا بنعرف نتكلم الحمد لله، كلنا بنعرف نسمع، كلنا بنعرف نستخدم ايدينا امتى والكلام ده كله. يعني افهم بس نقطه صغيره جدا، مفيش حد احسن من التاني. ده الفل، انت يا ابني زي الفل، مفيش منك اتنين، وانت زي الفل وزي القمر وكل حاجه. ثقوا في نفسكم يا جدعان، كلنا بني ادمين. ما تخافش، ما تقعدش تفكر كتير. هو دايما ربنا مع اللي بيدور ومع المجتهد، وربنا اسمه العدل. فالنهارده لو هو بيدور بجد وبيتحرك هيلاقي الحل، هيجي لك لغايه عندك. فما تقلقش، ما تقعدش تشغل نفسك كتير، ثقف نفسك واتحرك، وهتلاقي المحطات هي اللي بتوري لك نفسها.
تحط لنفسك هدف ان شاء الله تبقى دكتور، تكتب انا ان شاء الله دكتور، انا ان شاء الله دكتور. 99% هجيبها، انا هجيب 99%. اللي بيجيبها مش احسن منك، واللي ذاكر وتعب ربنا مش بيضيعه. انا مش هطلب منك غير حاجه واحده يا ابني، مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجه واحده: اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجه جت حلوه فربنا كرمك على تعبك، جت وحشه ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجه الوحشه ربنا بينزل على بيتكم كده لطف اسمه لطف الاقدار. يعني حضرتك في قدر، بس في كلمه الحمد لله، في كلمه احسن ما كان يحصل كذا، في كلمه احنا راضيين. دي ما بتجيش كده، دي ليها تمنها تعبك. وفي ناس ما مقضياها لحد اخر يوم، ويجي في اخر يوم يقول لك هو انا الحق الم الفيزياء في ساعتين قبل الامتحان؟ ماشي تلحق يا حبيبي، كله تمام، دخلت سقطت الحمد لله. مفيش كلمه الحمد لله في البيت. في اقدار سيئه، في فواجع الاقدار بقى، مش لطف الاقدار. خد بالك، عشان يعني مش هقول لك ان تعبك اليومين الجايين هو تذكره النتيجه العاليه، بس هو لطف الاقدار بتاعك. انت تعبت وعملت اللي عليك، فربنا هيرضيك ويرضيك باللي هو قسمهولك. خاف على اهلك، لو ما عندكش اي طموح في الحياه تعمله ومش فارق معاك نجاحك من سقوطك، فبيتهيألي يفرق معاك اهلك اللي في البيت اللي مستحملين اللي عشانك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. جالي ولي امر، تمام، مستني بنته، وتقريبا لاول مره في السنه يقرر ان هو ايه، طب ما اخترق حاجز ان انا مستنيها. فراح داخل كده قال ايه، يسلم وبتاع، اهلا وسهلا زي حضرتك، انا بس عاوز اطمن ايه على البنوته. قلت له عينيا. فروحنا مطلعين الكشوفات من اول يوم دخل لحد امتحان الحصه. فغالبا الراجل كان ايه، فاكر ان الدكتوره راحت والدكتوره جت، الدكتوره طالعه من الدرس، الدكتوره رايحه الدرس، واكتشف ان ايه، البهيمه راحت البهيمه جت. هي درجاتها مش زباله، بس مش زي ما كان متوقع خالص خالص. من طاقم المساعدين حد في المجال الطبي، ولحقوا باسعافات اوليه، كان ممكن يروح في جلطه. ليه؟ صدمه. خد بالك برضو، ما هنا ايه، فكر كده بالراحه، زيه زي اي ولي امر. بقالنا اسبوعين واكتر الدنيا بتدي اولياء الامور على قفاهم، وضحناهم، ويعني من اقلهم لاعلاهم. فالراجل فعلا في لحظه انا كنت بترعب انه هيموت. ليه؟ من العشاء. ما هو الراجل مستحمل اللي بيتعمل فيه بره ليه، والدنيا بتلطش فيه ليه؟ عشان في الاخر في يوم من الايام حضرتك تبل ريقه. طب حضرتك ما بلتش ريقه، انت جبت جردل الميه ودلقته قدامه. خد بالك، ده انا اللي ماليش دعوه بيهم، هما الاتنين في بيتهم. انا كنت هموت من القلق عليه ومن الحزن على اللي هو فيه، ما بالك لو انت السبب في اللي ولي امرك فيه، كنت هتبقى عامل ازاي بقى؟ مبسوط؟ حلو اللي انت وصلتنا فيه ده. انا مش هطلب منك غير حاجه واحده يا ابني، مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجه واحده: اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجه جت حلوه فربنا كرمك على تعبك، جت وحشه ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجه الوحشه ربنا بينزل على بيتكم كده لطف اسمه لطف الاقدار. يعني حضرتك في قدر، بس في كلمه الحمد لله، في كلمه احسن ما كان يحصل كذا، في كلمه احنا راضيين. دي ما بتجيش كده، دي ليها تمنها تعبك. وفي ناس ما مقضياها لحد اخر يوم، ويجي في اخر يوم يقول لك هو انا الحق الم الفيزياء في ساعتين قبل الامتحان؟ ماشي تلحق يا حبيبي، كله تمام، دخلت سقطت الحمد لله. مفيش كلمه الحمد لله في البيت. في اقدار سيئه، في فواجع الاقدار بقى، مش لطف الاقدار. خد بالك، عشان يعني مش هقول لك ان تعبك اليومين الجايين هو تذكره النتيجه العاليه، بس هو لطف الاقدار بتاعك. انت تعبت وعملت اللي عليك، فربنا هيرضيك
ويرضيك باللي هو قسمهولك.